أشهر الحلويات التركية في مطاعم اسطنبول. سعر كارت المواصلات العامة في اسطنبول 165 ليرة تركية. تقدر تطلع فيه بالترامفاي والمترو والباصات العامة. بنصحكم بشرائه، سعره فقط 165 ليرة. هذا هو لكل العرب والسياح. أوفر وأرخص وسيلة مواصلات هي ترامفاي والمترو. كمان بالباصات العامة فيكم تستعملوا هذا الكارت. سعر ركوب الشخص الواحد 42 ليرة تركية. قطعة البيتزا ب100 وب200 وب250 حسب نوعها. أماكن صيد الأسماك في منطقة كاراكوي في اسطنبول. أشهر الحلويات التركية في منطقة كاراكوي في اسطنبول. سعر الواحد كيلو 2000 ليرة تركية، يعني بالبسو 2500. هاي هي أشهر أكلة تركية، أكلة الكوكو ريتش. Yavaş yavaş yaklaş. Yavaş yavaş. Yok elindeki. Gördün mü? Her şey mama verelim yine. Bak. مية جرام من لحمة الخروف. شاورما لحمة خروف 350 ليرة. الأسعار الجديدة للحلويات في تركيا. الحلقوم سعر الواحد كيلو 1650 ليرة تركية. والله رح ندخل على هذا المطعم. Günaydın aşk. مرحبا ويسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم جولتنا رح تكون من افضل واشهر الاماكن السياحيه في اسطنبول. رح نتعرف بهي الجوله اصدقائي على الاسعار الجديده مع بدايه موسم السياحه.
رح نتعرف على أسعار الأكل والحلويات، كيف أصبحت أسعار الدولار، تكلفة المعيشة، تكلفة السياحة، كل شيء بهذا الفيديو راح يكون مميز إن شاء الله وينال إعجابكم تستفيدوا منه. بتمنى أصدقائي إنكم تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. كمان رح نتعرف مع بعض على الأماكن المخفية والمطاعم الموجودة في منطقة كاراكوي. بالنسبة لدرجة الحرارة اليوم أصدقائي أجواء مشمسة جدا، درجة الحرارة اليوم 16 درجة مئوية، أجواء دافئة. طبعا الطقس بدأ بالارتفاع درجة الحرارة في اسطنبول وبدأت الأجواء الصيفية وبدأ موسم السياحة. بالنسبة لسعر الدولار اليوم في تركيا كل 100 دولار تساوي 4480 ليرة، في ارتفاع شوي بأسعار الدولار. بالنسبة لأسعار الذهب كل 1 جرام عيار 24 سعره صار 6990 ليرة. طبعا أسعار الذهب متقلبة بهاي الأيام بما إنه الأحداث الجارية هي اللي عم تأثر على هذا الشيء. بالنسبة أصدقائي كمان أسعار ركوب الترامواي والمترو أفضل وسيلة مواصلات حكينا لكم على أسعارها. للشخص الواحد 42 ليرة تركية. لازم تشتروا كارت اسمه اسطنبول كارت سعره 165 ليرة. هون أصدقائي مسموح صيد الأسماك في منطقة كاراكوي، يعني فيكم تشتروا مثل هاي الصيادة وتجوا تصيدوا بهذا المكان، مسموح لكل العرب والسياح. هون ازدحام شديد في منطقة كاراكوي. وفيكم أصدقائي من هذا المكان تطلعوا على الباخرة اللي بتوصلكم لمنطقة آسيا وكل المناطق السياحية. طبعا سعر ركوب الشخص 42 ليرة وفي كمان 57 حسب المنطقة اللي انت بدك تروح عليها، إذا كانت كاداكوي أو بدك تروح مثلا منطقة أوسكودار 57 ليرة. طبعا هي كمان منطقة كتير سياحية حلوة بنصحكم بزيارتها. هون مثل ما اننا شايفين مطاعم كثيرة، ازدحام شديد من السياح والعرب والأجانب في منطقة كاراكوي. بائعين الذرة سعر القطعة 70 ليرة تركية، في مسلوقة في مشوية، الكستنة كمان ال100 جرام 100 ليرة. يعني هون عنا أشهر أكلة تركية محار البحر ميديا، سعر القطعة 20 ليرة تركية. هذا هو المكان اللي بيطلعوا منه لصعود السفينة بتروح ل كاراكوي أوسكودار. هون منطقة كاراكوي طبعا بتروح لمنطقة أوسكودار والمناطق السياحية. أقدم جامع تاريخي في منطقة كاراكوي يارالتي جامع. هذا هو المكان، موقعه بجانب شارع الشماسي في اسطنبول، جامع تحت الأرض. هذا هو شارع الشماسي أصدقائي، فيه مطاعم كثيرة، جلسات كثير حلوة مثل ما اننا شايفين، أجواء جميلة جدا في اسطنبول. هون مثل ما اننا شايفين شارع الشماسي والأجواء، أرض رومانسية في اسطنبول. والله رح ندخل على هذا الشارع في منطقة كاراكوي، رح احط لكم موقعه بصندوق الوصف. مثل ما اننا شايفين مطاعم كثيرة لبيع السمك المشوي. رح نشوف الأسعار عند هذا المحل، هذا المطعم في منطقة كاراكوي. مثل ما اننا شايفين ازدحام شديد وطريقة تحضير الأسماك وتنظيفها من الحسك. هذا هو محل الأسماك. سعر السندويشة 300 ليرة تركية. طبعا في محلات أرخص في منطقة كاراكوي، في منهم بيعملوا عروض، لازم يعني تدوروا على محلات كثيرة تعرفوا الأسعار، ما تشتروا بالمحلات الغالية. هون مثلا سعر السندويشة 300 ليرة. رح بورجيكم غير مكان. هاي الأجواء في منطقة كاراكوي. هون مثلا عاملين عليها عرض 200 ليرة، كانت 250 وسووا ب 200 ليرة. هاي هي سندويشة السمك المشوي، طريقة تحضيرها ما احنا شايفين. سلطة
وبهارات وبصل ودبس رمان بيحطوا لها. وهي السمكة منظفة من الحسك، سعرها 200 ليرة فقط. هي السندويشة سعرها 200 ليرة. هذا هو المكان في منطقة كاراكوي في اسطنبول. هون اشهر اكلة تركية ستيك تانزوني، رح نتعرف على سعرها بهذا المطعم وطريقة تحضيرها. هون مثل ما احنا شايفين هاي السندويشة سعرها 330 ليرة تركية. طبعا في حجم اصغر 200 ليرة. مطاعم اسطنبول منطقة كاراكوي، ازدحام شديد على هذا المطعم اللي بيبيع اسماك وجبات جاهزة. سعر السندويشة 250. هاي هي الاجواء. رح نحكي شوي عن تكلفة المعيشة والسياحة في اسطنبول. ارتفعت بعض الشيء تكلفة السياحة والمعيشة. بالنسبة لأسعار الفنادق، كل واحد بده ياخد فندق أو أوتيل صار راح يدفع على الليلة 50 دولار أقل شيء. يعني بالنسبة لأفضل الأماكن اللي ممكن تستأجر فيها أوتيلات هي منطقة أكسراي، منطقة الفاتح، منطقة لالالي. منطقة تقسيم بتضل أغلى شوي لأنه منطقة سياحية غالية بعض الشيء. بنصحكم بزيارة منطقة الفاتح وأكسراي، بتشوفوا أسعار أرخص للأوتيلات والفنادق. وبالنسبة لأفضل مكان لصرف وشراء العملة فمنطقة لالالي هي أفضل مكان لحتى تصرفوا عملة بأسعار جيدة جدا. إذا بتصرفوا من غير مكان بيعطوكم فرق بين العملات راح تخسروا فيها. فبنصحكم بمنطقة لالالي، منطقة بايزيد، يعني أسعار كتير مناسبة للجميع، للعرب والسياح. لكل واحد اللي عم بيسأل على الأجواء الحالية، طبعا الأجواء حالية في اسطنبول بدأ موسم الربيع وبدأت الأجواء الصيفية وموسم السياحة بدأ. إقبال شديد من السياح العرب والأجانب على زيارة اسطنبول، عم يسألوا عن الأجواء الحالية. فهي هذا الفيديو إلهم. ومثل ما احنا شايفين منطقة كاراكوي أشهر مكان بالنسبة للسياح. هذا الشارع اللي دخلنا له كله موجود فيه مطاعم لبيع السمك والوجبات الجاهزة. هون في عندنا كمان مطعم لبيع المعجنات، فرن لبيع المعجنات في اسطنبول منطقة كاراكوي. بنصحكم بزيارته. عنده بوجة، عنده سميد، عنده كل شيء بيخطر على بالك. رح ندخل نشوف. هدول هن طبعا في جوا. رح نتعرف على الأسعار. سعر السميدة 30 ليرة تركية في هذا المحل. هون مثل ما شايفين الفرن اللي بيعمل فيه سميد، سميد التازة. هذا هو مطعم علي بابا الواقع في منطقة كاراكوي في اسطنبول. رح نتعرف مع بعض الأكلات الموجودة عنده. هي الطاولة سعرها كلها 8000 ليرة تركية. شوفوا هاي المكونات الموجودة فيها. في عنا بيتزا، في عنا لبنة، في عنا جناحات، في عنا كل شيء موجود. سعره 8000 ليرة. والله رح ندخل على هذا محل الحلويات نتعرف على شو موجود عنده. في عنده كنافة، في عنده الأسعار تبدأ من 1700 ليرة. الحلويات التركية المشهورة يعني هون 2700 2500. هون موديلات كثير من الكنافة التركية المشهورة. شوفوا هيك طريقة تحضيرها الكنافة على الطريقة التركية. وهلا راح ندخل على هذا المكان المخفي في منطقة كاراكوي نشوف المطاعم الموجودة فيه. مطاعم لبيع الحلويات. هون مثل ما احنا شايفين جلسات عائلية. هذا المكان كله لبيع الحلويات التركية المشهورة. ومثل ما احنا شايفين ازدحام شديد. تنقي النوع اللي بدك اياه. حقها 800 ليرة هدول طبقين. ازدحام في مطاعم
اسطنبول منطقة كاراسوي. طبعا كل واحد بياخد طبقه وبيقعد على الطاولة أو بيطلع لبرا على الإطلالة ومثل ما انتم شايفين. حلو بالبوزة. في عنا البقلاوة المشهورة، البقلاوة التركية. أفرجيكم المكان من الخارج. هذا هو اللي كنا فيه قبل شوي. والله وصلنا على مول غلطة بورت في اسطنبول. عاملين معرض للكتاب في ساحة المول، وهون عاملين أجواء كتير حلوة. رح نشوف الأجواء، أجواء اسطنبول حاليا. هون عاملين مثل ألعاب للأطفال مثل مدينة ملاهي. في عاملين كمان سيارات فيهم مثل أماكن لبيع الأكل، ومثل ما شايفين كرفانات لبيع الأكل. في عنا بيتزا بهذا المكان، رح نشوف شو في عنده. بالنسبة للأسعار، الأسعار عنده تبدأ القطعة ب120، في ب300 3 قطع حسب النوع اللي بدك اياه. Ver coşkuyu kolonların nesil. Gece gelir yanaşır, içinde çamaşır. ما شاء الله. Hoş geldiniz. خوش bulduk. Buyurun. Pizzalar 3 قطع ب 300 والقطعة ب120 في مول غلطة بورت. وداخل المول موجود كمان أشهر محل حلويات حافظ مصطفى، له فرع في مول غلطة بورت. رح ندخل نشوفه. هون مثل ما اننا شايفين الأجواء داخل المحل. هون الأسعار تبدأ من 1500 ليرة. حلويات حافظ مصطفى في اسطنبول. خوش مبروك. هون سعر الكيلو 2900 ليرة. هاي بالفستق الحلبي. في عنا هذاك النوع ب 3500. طبعا اسعار غالية بعض الشيء، لكن الطعم كتير طيبة. مثل هاي العلبة سعرها 730 ليرة. في عنا هاي كمان رح نشوف قديش سعرها 1750. حلويات حافظ مصطفى. الفستق الحلبي 886 ليرة. شوف الأنواع والأصناف الموجودة عنده. وهي هي أشهر أكلة تركية، أكلة الكوكوريتش في شوارع اسطنبول. هون طريقة تحضيرها، أكلة حمراء. هي أكلة. رح ندخل على هذا المطعم ونشوف الأسعار والأكلات الموجودة فيها. هون طريقة تحضير اللحم بعجين. سعر الأرز 350 ليرة تركية. العجين التركية في مطاعم اسطنبول. هون جميع أنواع الحلويات بهذا المطعم. كمان طبق 300 ليرة. هون أي نوع سلطات بتنقيه ب200 ليرة. طبعا طبق ب200 ليرة. عندنا الفاصولية 250 هذا الطبق. في عنا هون كمان أكلات. بالنسبة لقرص الكبة 150. بالنسبة لهذا محشي بالرز 500 ليرة. هون الحلويات 350 هذا الطبق. هي الأسعار الحالية في مطاعم اسطنبول. طبق رز كمان سعره 250. في عندنا شاورما لحمة خروف 100 جرام 350 ليرة. وهيك أصدقائي رح ننهي جولتنا في مول غلطة بورت في اسطنبول. إن شاء الله الفيديو ينال إعجابكم وتستفيدوا منه. لا تنسونا بالضغط على زر اللايك
والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. لاقونا في فيديو جديد، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.